السلام عليكم في فيديو جديد. وبقالنا كتير قوي، او انا بقالي كتير ما عملتش فيديو كده محدش بيتفرج عليا، بس ماشي. انا دلوقتي هتكلم عن الزمالك والنهارده خسرنا ازاي وأزمة الزمالك وزيزو وكده. هبدأ بماتش النهارده. يعني الزمالك بينزل مفيش روح، يعني حتى بدأنا في أول الدقايق الزمالك لو ماسك كورة على الفاضي، مفيش لعب، مفيش حد. يعني أنا معرفش مين الكابتن النهارده، عارف عواد بالورق، بس هو مفيش حد بيتكلم الفريق، مفيش حد بيحمسهم، مفيش حد بيشجعهم، مفيش أي روح خالص، حتى مفيش تحفيز بحس من مجلس الإدارة. يعني معرفش الصراحة. لبيب يقولك احنا كلنا نتكلموا كرجل واحد. يعني حتى اللي ما راحش يتفرج على الماتش، يعني انا ما شفتوش راح في المقصورة. يعني انا ودلوقتي الزمالك بيمر في اصعب مراحله. الزمالك فريق كبير، هيعدي ما بيقفش على لعيب، بس احنا دلوقتي في فترة صعبة أوي، اصعب من اي فترة. يعني بجد دي من اصعب مراحل الزمالك. يعني كل حاجة بتتدمر. مجلس إدارة، ما فيش مجلس، ما تحسش اللي فيه مجلس إدارة يعني. الله كتر خيره. لا يعني الله يمسيه بالخير. مرتضى منصور كنت بتحس اللي عندك رئيس مجلس إدارة عنده كله بيحاربه، وفي ممكن زملكاويه يعني مش حابينه، مش عاجبين يعني طريقته، بس كان مدي للنادي قيمة كده. ما يحسسلكش ان النادي كده بينهار، لا بيقولك في مشاكل بس بيقدر يصد. كان ليه شخصية، اكتر من لبيب بصراحة بكتير. يعني فلا يبد كل مجلس إدارة لازم يقفوا او يقعدوا كده جلسة استماع، كل واحد يقول رأيه هنعمل ايه. يعني انا شايف الصراحة من ساعة ما جه مجلس الإدارة ده في كمية اخطاء كبيرة قوي، تحسهم ما بيعرفوش يتصرفوا. يعني من بداية من كونراد مشلاك، يعني إيه ده؟ فينه دلوقتي اتدفع فيه فلوس كتير، والزمالك اتغرم وهيتغرم، والله اعلم يتوقف كده ولا لا. ان شاء الله لا، ملناش دعوه. بس يعني المشكله كونراد مشلاك جاب فلوس كتير. دلوقتي مين هيصرف له الفلوس دي؟ بعد كده نخش على بن شرقي. طب انت كان معاك الفلوس لكونراد مشلاك، الفلوس اللي جبتها بكونراد مشلاك كنت ممكن تجيبها لبن شرقي، كنت ممكن تديها له يعني ويجي. بعد كده يجي زيزو، انت ليه سايبه لغايه دلوقتي؟ لو فعلا جاله العرض ل10 اضعاف ده ما يروح يمشي، يا اما جدد له. تحس ان مجلس الاداره استسهلها. بقى في ممدوح عباس يقول لك محبين الزمالك هيدفعوا ازاي؟ ما انت فين رايك او فين ادارتك؟ فين اللي انا تصرفك انت؟ تستنى لغايه محبي الزمالك اهو زيزو راح الاهلي كده. يعني بدل محبي الزمالك قال لك محبي الاهلي اتعاقد مع زيزو، يلا شكرا. انت كنت ممكن تاخد من فلوس تجيب كذا لعيب، يا اما كنت ممكن تجدد معاه. يعني انا مش شايف اي قرار طلعه الزمالك او مجلس اداره الزمالك. يعني الحقيقه برضو تقال الصراحه المجلس ده عمل كمية بيانات عن التحكيم ولا اروح الصراحة، يعني ما كانتش بتصدق. بس مع اللعيبة صفر، ما فيش تعامل مع لعيبة كويس خالص. محدش تحسه اللي هو بيقعد كده، كلهم جدات يلا بقى. هو جده حسين لبيب يعني. والصراحة برضو لما جه ميدو وحازم امام عملوا كذا صفقة، عملوا جددوا البنتايك او جابوا بنتايك كمان وجددوا له. جابوا اللي هو الولا المغربي مصدق، والولا التونسي احمد جفالي لعيب برضو كويس، بس مشكلة اتصاب هو الزمالك يعني حظه كده. وكمان بيقولوا الاهلي كده هو اخد بن شرقي وامام عاشور وكان كهربا وزيزو والونشي جاي وكان هياخدوا فتوح، والاهلي عايز يرجع امجاد الزمالك ولا ايه؟ عايز يرجعوا الزمالك 2020 في اهلي؟ مش كده برضو. فرق كبير ما بين مجلس اداره الزمالك ومجلس اداره الاهلي. هتقولي فرق في ايه؟ اقول لك يا سيدي. دلوقتي الاهلي فيه لعيبه ما اتجددش عقدها،
اقول لك تقول لي مين؟ اقول لك رامي ربيعة والونش، اهم اتنين يعتبر، او بلاش اهم اتنين، الاتنين دول يعني. ليه ما بنشوفش الضجة في لعيبة الاهلي ما بتجددش؟ وليه ما بنسمعش اللي الزمالك بيفوتهم بتاع؟ مش هيحصل الكلام ده. ليه؟ عشان الاعلام مع الاهلي. وبعدين مجلس إدارة الأهلي بيخلي الكورة في ملعبه، مش على ملعب اللعيب. الزمالك خلى، أو مجلس إدارة الزمالك خلى الكورة مع زيزو، هو اللي يتصرف، هو اللي يتحكم فيهم. عايز المبلغ ده، عايز المبلغ ده، همشي هو براحته، هيعمل اللي هو عايزه. عايز يجدد، عايز يمشي، يعمل اللي هو عايزه. يعني حاجة غريبة الصراحة، معرفش ليه حظ الزمالك كده يعني. مجلس ادارات تحس ما تنفعش تدير. وهو الاهلي بيجيب تريزيجيه بنص مليار وهو زيزو 400 مليون. وكان بن شرقي. طبعا اوضه اللبس هتبقى صعبه جدا جدا. ده يقول لك بقى امام عاشور انا اللي بهدف، انا المتألق، انا عايز زيهم، الكلام ده طبعا. نرجع تاني يعني ماتش النهارده، الصراحه الزمالك كان يستاهل الخساره عشان حتى يفوقوا. ونرجع برضو المدرب يعني مش ممكن ما بيثبتش على خطته، ما بيثبتش على اللعيبه. ليه ناصر منسي يقعد؟ يعني فكك من ناصر منسي. ليه يعني نزلت الونش وطلعت الولد المغربي مصدق؟ ايه الاستفاده يعني انا شايف من وجهة نظري مصدق احسن من الونش بعد ما رجع. حتى لما رجع الاصابه اللي فاتت، لما لعب ماتش افريقيا للزمالك كان وحش، كان مش هو الونش. ومع ذلك عايز يروح الاهلي. يعني مش كفايه اللي الزمالك صرف عليك الاصابه وبتاع تروح الاهلي؟ حاجه غريبه. وكل دلوقتي الزمالك كل اللعيبه تحسهم بيهربوا، تحس اللي هو ايه، كانوا في سجن والسجن ده اتفتح بابه، كله هيهرب، كله عايز يهرب، كله عايز يمشي، كله عايز يروح للفلوس. حاجة يعني صعبة قوي. وصراحة فعلا يمشي ويرحل من يرحل، ويبقى جمهور الزمالك ومحبي نادي الزمالك هم الصامدين وبيشجعوا وهيفضلوا يحبوه، ده غصب عن اي حد. وبس، وده كان الفيديو النهاردة، وده كنت عايز بس اقول اللي في قلبي، والسلام عليكم.